ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ موضوع الفيديو النهارده عن وهم الاستحقاقيه الزايده او الفارغه او الوهميه عند البنات. في ترند كده طالع جديد عن اللي هو الشاب، اعتقد يعني كلكم تعرفوه، بس انا هحط الفيديو لو حد ما يعرفش الترند ده وحد ما شافش الفيديو ف يعرف يعني الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده عن ايه. مهندس راح تقدم لبنت، وبعدها البنت طلعت تتريق عليه هي ومامتها، وان هو ما عندوش شقه وما عندوش عربيه، وتتريق على عربيه ابوه انه مثلا قلبها قهوه وبتاع. هوريكم الفيديو بعد كده ايه نرجع نتكلم عليه. قولي مميزات العريس. قولي. ابوه محاسب يا جماعه، والولد شغال مهندس ميكانيكا ومعاه مبلغ محترم مشغله في التجاره. وبس مشكلته بقى العيوب بقى اللي فيه ان هو ما عندوش شقه ولا عربيه. واخدين بالكم معانا؟ تمام، عيوبه ان هو ما عندوش شقه وما عندوش عربيه. نكمل الفيديو. فعلا ده العيب، هو ابوه كده. ربنا بحبك. قولي ايه العيب؟ امه ست محترمه جدا. العيب ان هو ما عندوش شقه ولا عربيه. ابوه فهي ابوه معاه عربيه. نوعها ايه؟ 27 معموله قهوه من ورا. تمام، شفنا الفيديو. كل ما بشوف الفيديو بشم ريحه عرق وحاجات كتير بجد. يعني الفيديو بجد مقرف. يعني اللي احنا نعرفه في الدين ان تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. وسبحان الله الأربعة دول مش عندك، ولا واحدة عندك، ولا جمال ولا دين ولا أي حاجة. يعني بجد الشخص ده بجد يا ابني، انت لو بتشوف انت عمرك ما كنت هتروح وتضرب المشوار ده، لأن المشوار ده بجد على الفاضي. انت رايح مشوار مش مشوارك بجد. المفروض ان الست واحدة لابسة نقاب، يعني المفروض واحدة فاهمة دينها وعارفة دينها وعارفة قيمة النقاب ده ايه، ولكن للأسف هي لابساه بس أكيد عشان خاطر المشكلة عندها، مشكلة في وشها، جمالها مش أحسن حاجة، في حاجة معينة فهي لابسة النقاب علشانه، ولكن هي مش لابساه دين. تمام؟ طب ده ليه حصل؟ موضوع الفيديو عن وهم الاستحقاقية. اتكلمت قبل كده في فيديو البنت قبل ال25 والبنت بعد ال25. وهم الاستحقاقية ده بيحصل ليه؟ الاستحقاقية الزايدة بمعنى ايه؟ ان البنت تبقى شايفة نفسها تستحق حاجات كتير قوي. ده مش معناه ان هي تحس بالدونية او ان هي تحتقر نفسها، ولكن ما تديش نفسك اعلى من قيمتها. البنت في تفكيرها بتبقى فاكرة ان الراجل بيتجوز عشان خاطر الجنس وعشان خاطر يوم الخميس، ده اللي في دماغها، ولكن الحقيقة عكس كده. لما تسأل بنت انت نفسك جوزك يبقى عامل ازاي، تقول لك عايزاه يبقى طويل، عايزاه بيطير، عايزاه يحبني، عايزاه غني، عايز احس معاه بالامان، عايز يطير ربنا فيا، ما يزعلنيش ويصالحني لما ابقى غلطانه، وبيلعب رياضه، واهم حاجه بقى ان هو يعرف ربنا. طب تمام، انت بقى في المقابل عندك ايه او هتديله ايه عشان خاطر الشخص ده يسيب كل الناس دي ويختارك انت؟ هل انت مثلا الاميره ديانا؟ انت اجمل واحده؟ انت لو اجمل واحده في اللي اجمل منك. لو انت محترمه في الاكثر احترام. معظم البنات بتطلب استحقاقيه اكتر من اللازم، وهي مش مدركة ان هي ما عندهاش مقابل كل اللي هي عايزاه وبتطمح فيه. والحقيقة ان مفيش حاجة اسمها كده. كل حاجة في الحياة بمقابل. انت هتديني ايه وانا هديك ايه، بمبدأ كل ما هو متبادل مستمر. ودي حقيقة. البنت بتبقى مش عايزة تبذل جهد في العلاقة ولا تعمل حاجة، وعايزة الراجل هو اللي يعمل كل حاجة. والحياة عمرها ما هتمشي كده ابدا. يعني ما ينفعش انت مثلا تروحي محل انت جعانه وعايزه تاكلي، وعايزه مثلا تجيبي سندوتش معين وده ثمنه فلوس من 200 جنيه مثلا، فبعد ما يخلص الاوردر ويديهولك يقول لك الفلوس، فانت تقولي له والله لا اصلك انا بنوته، يعني هيرفسك برجله. طبيعي هتدي له الفلوس، انت مرضيه وهو مرضي، وهي دي الحياه. هي دي الحياه. انتوا بقى اتربيتوا عن ان انت بنت
فالاستحقاقيه عندك تبقى عاليه وتطمحي وتقعدي كده حاطه رجل على رجل، انت عايز احمد عز وفي نفس الوقت فلوس بيل جيتس وايلون ماسك والناس دي، لا. في الحياه ما بتمشيش كده خالص. في علم النفس ده اسمه وهم الاستحقاق، يعني احساس مبالغ فيه بالاستحقاق الشخصي بدون انجاز حقيقي. البنت بتبقى شايفه ان الحياه مديونه ليها بشيء مجرد ان هي بنت، ودي تبقى نتيجه تربيه مثاليه من الاهل ونظره ذاتيه مضخمه وعدم تقبل نفسك. هو ده وهم الاستحقاق المدمر، انا استحق كل حاجه حلوه عشان انا بنت. في علم النفس الاستحقاق هو شعور داخلي باننا نستاهل الافضل، بس لما بيزيد عن حده بيتحول لوهم الاستحقاق. فاكرين الفيديو اللي هو البنت قبل ال 25 والبنت بعد ال 25؟ البنت قبل ال 25 اللي هو السن من 18 ل 25 الاستحقاقيه بتبقى عاليه جدا عند كل البنات، عايزه تاخد كل حاجه في الحياه وتختار اعلى شخص في اللي قدرت تعرفه. البنت بتختار اعلى شخص قدرت توصل له، وافهم كلمه قدرت عشان مش كل البنات بتعرف توصل لها. ممكن تبقى عايزه توصل لحد ويكرف لها، ساعتها البنت ما بتتقبلش الرفض. البنت تفكيرها ان ما ينفعش ان هي تترفض، فتبدا توهم نفسها ان لا انا ما اترفضتش. ساعتها هترضى بالامر الواقع بالشخص اللي معاها، وفي نفس الوقت هي هتحاول وهي معاك تفتح سكك او تفتح باب صغير كده لحد احسن. والله بقى هي عرفت توصل له تمام، ما عرفتش خلاص انت كده كده موجود. بعد ال 25 الاستحقاقيه هتبدا تقل سنه ورا سنه ورا سنه لحد ال 30. خلاص الاستحقاقيه دي بتبتدي ان هي تختفي تماما. نرجع للموضوع، الناس اللي بيبقى عندها مستوى عالي بالشعور بالاستحقاق بيبقى دايما تلاقيها زعلانه، تلاقيها متضايقه، حاسه بالنقص. ده ليه؟ لان هم بيشوفوا نفسهم مركز القوه، لو حد اثر معاهم او حد غلط يبقى العيب في الطرف التاني، العيب مش فيهم ابدا. عمرهم ما بيجيبوا العيب على نفسهم، ولو الدنيا ما مشيتش زي ما هم عايزين يبقى الدنيا هي اللي ظلمهم. وده للاسف بقى موجود في السنين الاخيره بسبب السوشيال ميديا. اولا الراجل ما بيعيبوش حاجه، هو ربنا ما وفقوش في الاختيار الصح عشان ده اختيار، ولكن ربنا هيفاجئه باختيار عظيم. الله اذا اعطى ادهش. هو بجد ربنا نجاه عن الناس دي، لان بجد الناس دي مش شبهه ولا هو شبهه، وبجد انا واثق ان الشخص ده ربنا يكرمه في يوم من الايام. واللي بتتكلم في الفيديو دي يعني بنسبه كبيره يعني لو اتجوزت هترجع لامها متطلقه، لان الام الرق على الام. النقاب ده حاجه كبيره قوي، لو انت مش قده ما تلبسوش. المفروض تكون مثال لام محترمه، لان دي مش افعال ست تعرف دينها كويس خالص. كفايه تظاهر بالدين، كفايه اللعب بالدين، مش هتستفيدوا حاجه. وبجد مفيش حد هيفضل طول عمره بيمثل، هيجي وقت وخلاص وانت هتبان وانت هتتكشف. وانت كراجل لما تيجي تتقدم لحد اوعى المظاهر تخدعك وتدخل بيت تلاقي الام منقبه والاب شيخ وتقول بس الحمد لله انا كده تمام. لا، انت هتعرف الناس دي بجد لما تعاشرهم. اوعى المظاهر تخدعك. دلوقتي الجواز ما بقاش زي زمان. زمان كانت الناس لما شخص يروح يتقدم لواحده اهم حاجه عندهم، اهم من الفلوس واهم من ايه وايه والعربيه والكلام ده كله، الاخلاق. الشخص اللي جاي ده محترم ولا لا؟ الشخص ده هيتقي ربنا فيكي ولا لا؟ الشخص ده بيصلي ولا لا؟ دلوقتي الجواز الموضوع اختلف. مين دلوقتي بيروح يتقدم لناس ابو البنت هيساله انت بتصلي ولا لا؟ هل في حد بيسال السؤال ده دلوقتي؟ السؤال ده تقريبا بطل، ما بقاش موجود. دلوقتي انت شغال ايه وقبضك، اهم حاجه نركز على القبض. قبضك كام؟ انت لازم تقول لي قبض انت بتاخد كام. مش معنى كده ان انا بقول الفلوس مش مهمه، لا، ربنا قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا، فانا مش حاجه اقول لك ان الفلوس مش مهمه. بس الفلوس ما ينفعش واحده تربط الشخص اللي معاها بالفلوس، ان هو عباره عن بنك متحرك يعمل لها كل حاجه هي عايزاه. الدنيا ما بتمشيش كده خالص، او الجواز ما بيمشيش كده. ما بقاش في حد بيسال الاسئله دي دلوقتي انت بتروح والله تتقدم لها يقول لك انت بتقبض كام، هقبض كذا، معاك فلوس مش عارف ايه، هتقول له اه تمام. والله العظيم لو معاك ملايين ما هيسالك الفلوس دي حلال ولا حرام. اهم حاجه البنت تعيش كويس. فلوسك بقى حلال فلوسك حرام، اي مصدر ما بيفرقلوش الكلام ده، او البنت ما بيفرقلهاش، او الاهل عامه كلهم ما بيبقاش فارق معاهم. تمام؟ زي مثلا مثال محمد، ده شخص محترم شغال في وظيفه على قد حاله، بياخد مرتب معقول، راح يتقدم لواحده. في نفس الوقت في واحد تاني اسمه يوسف راح يتقدم لواحده. يوسف ده غني جدا، معاه فلوس كتير جدا، بس يوسف ده فيه عيوب كتير قوي 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 قوي. بيعرف دي ويعرف دي ويعرف دي، وبيدخل في علاقات محرمه، وبيشرب مش عارف ايه، بص بيعمل كل حاجه حرام في الدنيا. الاتنين راحوا تقدموا لنفس البنت والاهل هيختاروا مين؟ طبعا كلنا عارفين هيختاروا مين، هيختاروا يوسف، مع ان هم نفسهم عارفين ان يوسف ده فيه بلاوي كتير قوي 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 قوي. انما يوسف لا، يوسف ده كويس وبتاع تمام هنتجوزه وبتاع. بس قبل ما تدخل معاه وقبل ما تتخطب له
ما يقعدوا مع بعض كده وهم نفسهم عارفين ان يوسف ده فيه بلاوي كتير قوي، فيه عيوب كتير قوي، بس يقعدوا مع بعض كده والله يوسف بيعمل كذا وكذا وكذا، بس لما يتجوز الكلمه اللي دايما بنسمعها لما يتجوز ربنا هيهديه. ومفيش حاجه اسمها كده للاسف. تعمل اي حاجه قبل الجواز نفس الكلام اللي انت هتعمله بعد الجواز، هو مفيش حد بيتغير في الحياه دي، هي دي الحياه للاسف. انت دلوقتي كراجل احنا بقينا عايشين في حياه الرأسمالية، معاك مش معاك خلاص ريح، فلوسك بقى حلال حرام ما بيفرقش مع الناس دلوقتي، والله ما بيسالوش فيها دي، اهم حاجه ان انت معاك فلوس بس، غير كده مش مشكله. في عيوب كتير ربنا ان شاء الله هيبقى دي بعد الجواز، بيكلم دي ودي ودي بقى بعد ما اتجوز، لا هو هيبقى مع مراته بقى وانا الوحيده اللي هبقى في حياته وبتاع. مفيش اي حاجه اسمها كده، والحياه عمرها ما بتمشي كده، مفيش حد بجد بيتغير. فانت كراجل لما تيجي تتقدم لواحده اوعى تخدعك المظاهر، لان المظاهر بجد دي اكتر حاجه خداعه في الحياه. اوعى تشوف البنت مثلا تلاقيها بتتكلم باسم الدين كتير، وتلاقيها بتحاول ان هي مثلا اوقات تيجوا تتكلموا مع بعض تلاقيها دايما بتسيب طول اليوم وتيجي مثلا تكلمك الفجر. عارف هي بتكلمك الفجر ليه؟ عشان اول لما الاذان يأذن هتقول لك والله بص انا هروح اصلي الفجر. تعمل ده ليه؟ عشان تعرفك ان انا بنت اعرف ربنا، وان انا بصلي الفجر ومش بسيب فرض. فده ريد فلاج، دي حاجه من الحاجات ان انت لازم تبقى فاهمها. البنت اللي دايما بتكلمك مواعيد الصلاه، تسيب طول اليوم وتكلمك في وقت الصلاه وبعدها تيجي تقول لك انا رايح اصلي، ده ريد فلاج. مش محتاجه اصلا ان هي تقول لك انا رايح اصلي، يعني ممكن تقفل معاك عادي، انما تكلمك في التليفون وتقول لك اصل انا هروح اصلي، او اصل انا هروح اعمل، او اصل انا هعمل وكتير بقى كتير منه، كل مره تلاقيها بتعمل نفس الحاجه، ده ريد فلاج. لما تلاقيها دايما في الاكونت بتاعها بتحاول ان هي تنزل دين كتير، استراحات دينيه كتير، مصطفى حسني كتير، تدين كتير، وفي حياتها عكس ده، وفي حياتها بتلبس طرحه غلط، مش لابسه طرحه اصلا، بتعمل كل ده ريد فلاج. كل الحاجات دي عيوب وانت لازم تبقى فاهمها. ليه؟ الناس دلوقتي بتخاف من بعض، الناس دلوقتي لا انا احاول ان انا اظهر حاجه مش فيا، احاول ان انا ابين وزع الدين ده اكتر للناس، مع ان علاقتك بربنا دي مش محتاج ان حد يعرفها ومش محتاج ان حد يشوفها، دي علاقه خاصه بينك وبين ربنا. ما ينفعش كل شويه ابقى انا بحاول اعمل حاجه تمام بظهرها للناس وانا في حياتي عكس ده. ما فيش حد هيفضل بيمثل طول حياته، ما فيش حد هيفضل يمثل طول عمره، هيجي وقت وخلاص وهتبان، لان هي دي الحقيقه وهي دي الحياه. ما فيش حد كده هيفضل عايش حياته الى ما لا نهايه، لازم يجي وقت، هي دي الدنيا. كل الحاجات دي مهمه. انت لما تروح تتقدم لواحده وتخطبها حاول ان انت تقعد مع امها اكتر ما بتقعد مع البنت، لان البنت كده كده هتمثل عليك، البنت كده كده هتحاول ان هي تبين احسن ما عندها، زي ما انت برضو بتحاول ان انت تبين احسن ما عندك. لان الخطوبه انا بعتبرها دي حاجه فيك، انت بتبين احسن ما عندك وهي بتبين احسن عندها، وفي الاخر العلاقه كلها فيك، انتوا الاتنين بتضحكوا على بعض. ولكن انت لما تقعد مع امها كتير وتفهم دماغها، امها مش هتمثل، امها ما عندهاش طاقه ان هي تمثل وتقعد بقى تبين احسن ما عندها. مالها هي؟ انت هتتجوز امها؟ انت هتتجوز بنتها. ولكن افهم اول لما تيجي تدخل البيت، يعني زي الفيديو اللي احنا شايفينه ده، البيت ده لو في راجل عمر الست دي وبنتها ما كانوش طلعوا عملوا ده، اراهن ان البيت ده ما فيهوش راجل، وان جوزها ده عباره عن واحد بيدي فلوس في البيت وخلاص وخلص، ده دوره في الموضوع، ده دوره في الجواز. الراجل ده لو حاطط اطار ذكوري وماشي بيته كويس، عمر البنت دي ما كانت هتطلع كده. او الراجل ده اصلا لو كان راجل بيفهم هو عمره ما كان اتجوز الست دي. فالموضوع كله بيت. فبجد المهندس ده يحمد ربنا ان هو ما ناسبش الناس دي بجد مش شبهه، دي ناس بتتظاهر بالدين. الاتنين طالعين بيهزروا مفكرين ان الناس هتاخد الموضوع بهزار، والله عليكم انتوا الاتنين ايه الحلاوه دي، المفروض ان احنا نضحك يعني، لا ده عيب فيكم انتوا. في نفس الوقت الاتنين طالعين بيبرروا دلوقتي، يقول لك اصلك ده كان حلم والفيديو مقصوص، والبنت اصلا مخطوبه ايه؟ مين اللي هيخطبها؟ يعني بجد إيه والله ده اصلك ده كان حلم وهنعيب عليه ليه؟ ده مهندس وابوه محاسب ومش عارف ايه. بجد والله طب ما الفيديو ما انتوا طلعتوا واتريقتوا وعملتوا، طالعين دلوقتي لما الناس كلها اتريقت عليكم والناس كلها دخلت فيكم واتكلمت عليكم وحش، بعكس ما انتوا كنتوا متوقعين ان الناس كان المفروض تاخد الموضوع بهزار، ولقيتوا عكس اللي انتوا كنتوا عايزينه، فطالعين دلوقتي بتبرروا. لا هي دي حقيقتكم اللي في الاول، ما تجوش بعد كده بقى تمثلوا تقولوا والله والشخص ده قدام ربنا هيكرمه بواحده احسن منها مليون مره، مال وجمال وحسب ودين وكل حاجه هتبقى موجوده. هي دي الدنيا وهي دي الحياه، داين تو دان، هي دي الكارما بتاعت الحياه. اي حاجه انت بتعملها في الحياه هتترد لك، عملت خير هيترد لك خير، عملت شر هيترد لك شر. مش شرط ان الحاجه تترد لك في وقتها، لا مع الوقت ومع السنين كل حاجه بتترد. فانت حاول على قد ما تقدر ان انت تبقى كويس، مش بقولك ان انت ما تغلطش لان احنا كلنا بنغلط، بس حاول ان انت على قد ما تقدر
اوعى تظلم حد، اوعى تيجي على حد، اوعى تقول كلام على حد مش موجود. خليك دايما راجل، خليك دايما مع ربنا. ان شاء الله حد قال عليك كلام، اي كلام في داهيه الكلام، طز عادي، اللي يتكلم يتكلم، الناس كده كده بتتكلم. في النهايه في الاخر يعني اللي عايز اقوله من الموضوع ان انت قبل ما تناسب حاسب. الكلمه اللي احنا بنسمعها على طول وعارفينها على طول، ان لازم تبقى انت فاهم وعارف الناس اللي انت رايح تسال عليهم دول، اللي انت رايح تناسبهم، لازم تسال عليهم وتعرف ابوها ده ايه وامها دي ايه. زي ما انت بتروح تتقدم لناس وبيسالوا عليك، انت برضه يا باشا تسال عليهم، تعرف الناس دي ايه، فاهم؟ لان في الاول وفي الاخر مفيش حاجه بتختفي، كل حاجه بتتعرف. والجواز عامه ملوش ادنى علاقه بالعربيه. ايه علاقه العربيه بالجواز بجد والله؟ هو انت مثلا ابوك جاب عربيته مثلا اول ما اتخرج او اول ما عمل، الا بقى لو هو بقى في بيئه او في عيله ما شاء الله معاهم، فبابا جاب له او ماما جابت له، دي قصه تانية. انا بتكلم واحد من العدم، اهله ناس عاديه جدا. هل انت ابوكي مثلا جاب العربيه دي؟ لا اكيد ابوكي عنده 60 سنه جابها على كبر، فمش هنهزر. فانت عايزه بقى تاخدي كل حاجه، دي مش الحياه. الجواز مش بالعربيه، الجواز بالشخص، الجواز بقيمه الشخص، بدينه، بعلاقته بربنا، بيصلي ولا لا، يعرف ربنا ولا لا، هيتقي ربنا فيكي. للاسف احنا بقينا بعاد عن الدين، ده نتيجه ان احنا كلنا بقينا بعاد عن الدين، ان معايير الجواز اختلفت، الطلاق زاد بسبب الحاجات دي كلها. انت معاك ايه ومعاك كام ومش عارف ايه وبتاع، بغض النظر بقى كل العيوب اللي فيك، فالطلاق زاد بسبب اللي بقى بيحصل. لو انت مش عايزاه انت ممكن ترفضيه وعادي وخلص الموضوع، انما تعملي فيديو تتريق عليه انت وامك، طب ليه؟ ايه شعوره؟ ايه شعوره هو لما يشوف الفيديو بتاعك ده مثلا؟ كان ممكن على فكره نقلب الايه وهو يروح يعمل نفس الفيديو ويقول والله انا رحت اتقدم لواحده لقيتها شبه عماد صاحبي، وانت فعلا شبه عماد صاحبه بس عماد احلى. ايه بقى احساسك؟ ايه بقى اللي انت كنت هتحسيه؟ طبيعي هتتضايق، نفس اللي هو فيه دلوقتي اكيد متضايق وزعلان. يعني انت واحده زي دي لو انت ماشي في الشارع، ده انا نفسي اتجوز واحده شبهها، واحده منقبه، بس انت ما تعرفش اللي فيها، انت ما تعرفش تحت النقاب ده ايه اصلا، حقيقي ولا واحده بتمثل ولا واحده عايزه تجيب عريس ولا هي بتهبب ايه، هي لابسه النقاب ده ليه؟ دين، تدين. مش كل اللي لابسين نقاب يعرفوا ربنا، ودينا شفنا وفهمنا. فده فيديو العبره لاي حد ان المظاهر ما تخدعكش. بس ده كان فيديو النهارده، لو عجبك اعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.